هو الحب الحقيقي فعلا بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه. ازيكم يا جماعه، وحشتوني. انا بتاسف جدا والله على فتره الغياب دي، بس ان شاء الله ما تتكررش، وبعدكم الفتره الجايه يبقى في حلقات كتير ان شاء الله. طبعا زي ما شفتوا في السبنيل وتايتل الحلقه، انا جاي النهارده اتكلم عن مين. اكيد في ناس بتسال، وخصوصا محبين الراجل ده، ولا انا واحد منهم. ايه اللي حصل لمحمد فؤاد؟ بس قبل ما نعرف، في الاول ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل الحلقات الجديدة. وتعالوا بقى نسرد الحدوتة من الاول خالص، من بداية سطوع نجم محمد فؤاد. الحكاية ابتدت لما فوقش شاف الفنان عزت ابو عوف في نادي الشمس مع فرقة الفور ام اللي كان مؤسسها عزت ابو عوف هو واخواته. نفس المشهد اللي اتعرف فيه محمد فؤاد على عزت ابو عوف في فيلم اسماعيلية رايح جاي، هو اللي حصل في الحقيقة. اللي بعض الناس يمكن ما تعرفش ده، ان اغلبية احداث فيلم اسماعيلية رايح جاي متاخدة من حياة محمد فؤاد، زي استشهاد اخوه في حرب 67 على يد صهاينة، وده برضه اللي ظهر في الفيلم. المهم، عزت ابو عوف عجبه صوت محمد فؤاد جدا، وقرر يتبنى موهبته. عزت ابو عوف هو المكتشف محمد فؤاد، لو اي حد اول مره يعرف ده. بعد كده عزت ابو عوف قرر ياخد محمد فؤاد ويضمه لفرقه الفور ام اللي كان مؤسسها. ومن بعدها فوقش انطلق وعمل اول البوم ليه في السكه اللي كسر الدنيا اول ما نزل. ومن بعدها انطلق محمد فؤاد في عالم النجوميه.